السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا علي محمد، أخصائي تمريض وحاصل على البورد الأمريكي النيكليكس. هنتكلم النهاردة إزاي أعمل أكاونت على بورد نيو مكسيكو علشان أخد الترخيص بتاعي وأقدر أمتحن النيكليكس. تابعوا معايا الخطوات. أول حاجة بفتح موقع جوجل وبكتب نيو مكسيكو بورد اوف نيرسينج كده، تمام. بنجيب الموقع بتاع نيو مكسيكو، بيظهر لي الموقع بتاعهم، بجيب الابليكيشنز وبختار ال RN and LPN. هنا بيجيب لي البيج كونتنتس، ماشي. محتويات الصفحة احنا هنختار اللي هو ال RN و LPN الانيشال اكزام عشان احنا اول مرة، تمام. هو بيقول لي هنا اول حاجة ان انا لازم سبميت انيشال ابليكيشن، تمام. يبقى هنفتح الموقع ده، تمام. بعد كده بيقول لي بقية الخطوات يعني والكلام ده. لازم ترسل الترانسكريبتس بتاعتك او مثلا CS ريبورت، سواء انت عامله مع CGFNS او مع جوزيف سيليني. وبعد كده لازم تعمل الباك جراوند تشيك والكلام ده اللي هو ايه، البصمات عن طريق ايدنتيجو، وده الموقع بتاعهم. وبعد كده اخر خطوة خالص اللي هو بتسجل على البيرسون فيو علشان تمتحن النيكليكس، تمام. فهنفتح الموقع بتاعهم، تمام. بعد كده هنعمل اكونت جديد، تمام. create a new account، هنعمل create an account، هنعمل I agree. بيقول لك انت معاك لايسنس اصلا في نيو مكسيكو ولا لا، انت معاك اصلا ترخيص ولا مش معاك. انا مش معايا، تمام. ده احنا اول مره، فنعمل continue، تمام. هندخل الاكونت بتاعنا او الايميل بتاعنا، الجيميل او الياهو او اي ايميل معاك، تمام. تبقى ايميلك اللي انت حافظه عشان هيوصل لك رسائل بعد كده عليه. هندخل الايميل دلوقتي. وهنعمل security check دي تقول I am not a robot. وهتعمل بعد كده continue. هو هنا بعت لي الرسالة، المفروض هيبعت لك الرسالة على الاكونت بتاعك، تمام. والرسالة دي انت ممكن لازم تكمل التسجيل في خلال 24 ساعة، تمام. هنفتح الاكونت ونجيب الرسالة ونتابع معاكم، تمام. فتحت الجيميل بتاعي اللي انا مسجل بيه، ووصلتني الرسالة بتاع نيو مكسيكو. هندوس على الرابط بتاعنا. بعد كده هندخل البيانات بتاعتنا، الفيرست نيم والميدل نيم واللاست نيم. انا هدخل اي حاجة، تمام. مثلا علي محمد احمد علي. انا مش بدخل اسم الصح طبعا، تمام. انت هتدخل اسمك صح والبيانات بتاعتك الصحيحة. ندخل تاريخ الميلاد، ندخل اي حاجة برضو. انت دخل بياناتك الصحيحة كلها، مثلا 99 واحد تلاتة، اي حاجة، تمام. بيقول لك do you have a US social security number؟ هتقول no، انا مش معايا رقم ضمان اجتماعي. هتعمل باسورد للاكونت بتاعك. هنا بيقول لك السيلفون نمبر اوبشنال، انا ممكن تدخل الرقم وممكن ما تدخلوش، تمام. وهتعمل برضو السكيورتي تشيك. وبعد كده تعمل كرييت اكونت. كده اول خطوة في الاكونت بتاعنا اللي هو ايه، البورد بتاعي اتعمل، تمام. بعد كده هعمل apply for a license، دي تاني خطوة، تمام. اللي فيها هتدفع الفلوس بتاع البورد، تمام. هنعمل apply for a license. هنا طبعا هيقول لي اللايسنس والابليكيشنز اللي موجودة في نيو مكسيكو، تمام.
احنا ار ان واول مره، تمام، عشان في اندورزمنت وفي حاجات تاني خالص، تمام. فهننزل لتحت كده هنشوف، شايف دي ار ان اللي بي ان اندورزمنت ابلكيشن، دي في حاله ان انت مثلا معاك ترخيص، تمام، في ولايه تانية مثلا تكساس، اي ولايه اخرى مثلا نيويورك، ايا كانت، تمام. وهتحول مثلا جالك عقد عمل في نيو مكسيكو وانت محتاج تعمل الرخصه، فانت هتختار الار ان اندورزمنت، تمام. انما احنا اول مره خالص عشان نمتحن النكليكس، تمام، ترخيص الأول مرة، فهنختار RN LPN Internationally Educated Application، تمام. وهنختار منها ال RN. هنا بيديني التعليمات بتاعتي، تمام، اللي عن ال Initial Exam أو ال Re-Examination، تمام. بيقول لك إن أنت ال ال الفلوس اللي هتدفعها دي non refundable، مش هتقدر تستردها، تمام، في حالة الابليكيشن اللي انت هتدفعه، تمام. وبيقول لك المتطلبات بتاعتك والكلام ده، تمام. وبيقول لك هنا ال ORI اللي انت تستعمله في حالة البصمات مع شركة ايدنتيكو، تمام. وهنا بيقول لك لو انت داخل الولاية تعمل ايه، ولو انت خارج الولاية اللي هو احنا او الانترناشونال ابليكانتس، تمام، دول اللي هم مثلا في مصر او في الدول العربية او في خارج امريكا عامة يعني، تمام. ان انت بتسجل على ايدنتيكو وبتختار الفينجر برينت وبتبعت اتنين اف دي 258 الكروت دياتي، تمام. من تقدر تشتريهم من اي مكان، من امازون او من اي طريقة، وتبعتهم للعنوان بتاع ايدنتيكو، تمام. الكارد سكان ديبارتمنت نيو مكسيكو بروجرام، ده اللي هتبعته في حوار البصمات، تمام. وبيقول لك ان انت محتاج ان انت انترناشونال اديوكيتد نيرسد، ان انت بقى ايه، هتعمل مثلا المعادله بتاعتك عن طريق كذا شركه هو بيقبل بيها، زي جوزيف سيليني وزي السي جي اف ان اس، ده اختصار السي جي اف ان اس، تمام. وفي شركه تالته معاهم احنا مش بنستعملها، احنا بنستعمل السي جي اف ان اس او جوزيف سيليني، تمام. بعد كده بيقول لك الخطوه التانية بتعمل الكريمنال باك جراوند، ده اللي هو البصمات، وبعد كده بتسجل البيرسون فيو زي ما هنحكي في سلسله الفيديوهات بتاع ايه، سلسله الطريق لامريكا من البدايه، تمام. بعد كده نعمل النيكست. نبدا بقى اول خطوه اللايسنس ابلكيشن، بيقول لك ايه نوع اللايسنس احنا مختارينها، اللي هو الار ان والار ان ال بي ان انترناشونال اديوكيتد ابلكيشن، تمام. هنعمل نيكست سيكشن، هو هيعدي على ده كله، تمام. نعمل نيكست سيكشن. ميليتري ويفر، ده لو انت المفروض ان انت مثلا بيعملوا اعفاء عسكري للناس اللي هم في الجيش الامريكي، تمام. انت تختار doesn't apply، تمام. انت ما عندكش ان انت مش اكتف ممبر عندهم، ولا سباوز، ولا انت مثلا زوجك او زوجتك في الجيش الامريكي او الكلام ده كله او اي حاجه، تمام. وهنعمل سيف اند كونتينيو. بعد كده الجنرال انفورميشن، تمام. اول حاجه بيقول لك فول ليجال نيم ريكوايرد، تمام. انت اول حاجه تختار مستر، او حسب لو انت انسه اختاري مس مثلا، تمام. يقول لك الاسم مثلا احنا كاتبين اسم علي محمد احمد علي، تمام. suffix ما عندناش suffix، تمام. مثلا ما عندناش محمد التاني، محمد الرابع، محمد مش عارف ايه علي التاني، وهكذا، تمام. marital state، دي انت متجوز ولا مطلق ولا هكذا، عادي اختار اللي انت عايزه، مثلا اختار متجوز، اختار اي حاجة عادي، انت اختار على حسب ايه ال حالتك الاجتماعية، تمام. الميديا نيم هتسيبها، تمام. social security number دي ما عندناش احنا، تمام. بعد كده اختار الجنس بتاعك او الجندر، ميل مثلا، انت لو ميل ماشي، لو في ميل بنت هتختار في ميل، تمام. هنا what is your race، تمام، العرق بتاعك، تمام. بيقول لك select all that apply، تمام. انت احنا في مصر مثلا او في الدول العربية ممكن نختار اذر، ممكن نختار ايه وايت او كوكازيان، تمام. فنختار وايت كوكازيان. بيقول لك انت هسبانيك او لاتينو، لو انت مثلا اصول اسبانية او لاتيني هتختار يس، احنا نو، تمام. بيقول لك select all language، ماشي، اختار كل اللغات اللي انت تتحدثها، تمام. فنختار عربي خلاص، لو تتحدث لغة تاني مثلا اختارها. بيقول لك ما عدا الانجليزي other than English، يعني غير الانجليزي، تمام.
هنعمل next section. هنا بيقول لي general information الكونتاكت information. تمام، انت بتشوف انت لو انت مقيم في نيو مكسيكو اصلا، في ولايه نيو مكسيكو، تختار I am declaring New Mexico as a ايه my primary states of residence. تمام، انما احنا خارج الولايات المتحده اصلا بنختار I am declaring non-compact states as my primary state او في الريزيدنس. تمام، هنختار تاني واحده دي، ونختار الدوله بتاعتنا سواء انت قاعد في اي مكان في الوطن العربي او خارج الوطن العربي. مثلا نختار ايجيبت هنا. تمام، وبعدها بيقول لك الميل ادريس. تمام، الميلينج ادريس اللي هو عنوان المراسلات. تمام، هنختار المكان ايجيبت. انت دخل العنوان بتاعك عادي. تمام، السيتي مثلا هختار اي حاجة، مثلا كايرو. الستريت معايا هكتب اي حاجة، القصر العيني. انا ادخل اي حاجة وخلاص. تمام، لان انا بدخل معلومات وهمية حاليا. انت هتدخل معلوماتك الحقيقية. تمام، هنا هتدخل البرايمري فون نمبر. تمام، مثلا الهوم هتدخل رقم تليفونك. انا هدخل اي حاجة. تمام، تمام، هنعمل save and continue. بعد كده بيقول لك ال education history. تمام، هنا بيقول لك الهاي سكول هتدخل اسم المدرسة الثانوية. افترض اي حاجة، انت هتدخل اسم مدرستك. هتدخل اي انا بدخل اي اسم اي حاجة. تمام، هنا هتدخل تاريخ تخرجك، مثلا اي تاريخ. اختار مثلا 2017. الدولة انت تختار مصر، انت تختار دولتك. تمام، العنوان بتاعها اي حاجة برضو. انا بدخل اي حاجة، السيتي مثلا مينيا. انت بتدخل ايه بياناتك الاساسية. تمام، هنعمل next section. بعد كده النيرسينج education هتدخل الكلية بتاعتك. تمام، البروجرام تايب RN، نوع البرنامج بتاعك ده RN. هتدخل هنا البروجرام نيم، اكتب Bachelor Degree of Nursing. ندخله هنا معلش. اللوكيشن هتدخل عنوان الكلية بتاعتك. والمدينة بتاعتك. تمام، وهنا هتختار الدرجة اللي انت حصلت عليها، هي الباتشلر ديجري اوف نيرسينج. تمام، وهنا بيقول لك الاديوكيشن ستيت، انت لسه ما تخرجتش او اتخرجت. تمام، هنختار اتخرج وندخل تاريخ التخرج. انا دخلت مثلا هنا 6/21. انت ممكن تدخل ايه تاريخ التخرج بتاعك، دخل الصح. ما انا هنا بدخل اي حاجة. تمام، وهنعمل سيف اند كونتينيو. بعد كده بيقول لك النكليكس انفورميشن. بيقول لك انت اخدت النكليكس قبل كده، احنا ما اخدناش. تمام، هندوس نو ونعمل نيكست سيكشن. بيقول لك هنا indicate if you require testing accommodation. احنا مش محتاجين نيرسينج التستنج accommodation ولا اي حاجه زياده. تمام، هنعمل save and continue. هنا الامبلويمنت هيستوري. تمام، هتدخل هنا الادد امبلويمنت هيستوري. دخل مكان عملك. تمام، مش هيبقى فيه اي مشكله. تمام، ودي حاجات زي ما تقول احصائيه كده والكلام ده. بس انت دخل مكان عملك عشان لو بعد كده طلب منك مثلا
جود ستاندنج من المكان ده في الرخصة، في حالة لو الرخصة بتاعتك انتهت وهكذا والكلام ده. تمام. فهتدوس ادد امبلويمنت هيستوري. تمام. انا دوست هنا ودخلت اي بيانات. تمام. انت بدأت الامبلويمنت امتى، بدأت الشغل بتاعك ده امتى، وهتدخل اسم المستشفى بتاعتك والمدينة. انا اخترت مصر هنا ودخلت العنوان. انا بدخل اي حاجة. تمام. تدخل المعلومات الصحيحة والمدينة. سوبرفايزر نيم، اسم المشرف بتاعك والايميل بتاعه. انت ممكن متدخلش، ممكن تدخل ايه الاسم والايميل. تمام. وبعد كده هتعمل نيكست سيكشن. هنا بيقولك الامبلويمنت ستيت. تمام. دي الاغراض احصائيه فقط. تمام. فانت ممكن تعمل unemployed. تمام. بس طالما انت دخلت هنا عنوان وظيفتك والكلام ده كله، فاعمل actively employed in nursing. تمام. وبعد كده هتدخل بيانات. انت how many positions، هندخل واحد. انت لو اشتغلت في كذا مكان او جسم هتدخل كل بيان، دخل واحد بس مثلا. بيقول لك how many hours do you work، انت بتشتغل كام ساعة في الاسبوع. مثلا دخل 36، دخل 42، دخل 48، براحتك انت شغال كام. تمام. وبعد كده ايه المكان اللي انت شغال فيه. انت مثلا لو شغال في الداياليسيس سنتر، شغال في الهوسبيك، شغال هوسبيتال، شغال على حسب المكان، في السكول نيرس. لو شغال في مدرسة تمريض، شغال في اي مكان انت هتدخل مثلا هوسبيتال. هنا بيقولك انت شغال ايه هناك في المكان ده. تمام. ندخل مثلا ستاف نيرس. انت دخل بياناتك، الجسم اللي انت شغال فيه. مثلا لو شغال في الدياتريك، لو شغال سكول هيلث، لو شغال ريهابيليتيشن او هكذا. هندخل مثلا هنا اكيوت كير او كريتيكال كير. وهنا هندخل المكان اللي انت شغال، اول واحد انت اشتغلت فيه، عشان انت ممكن تدخل كذا ايه بيانات خبرة معاك والكلام ده كله. تمام. وهتعمل سيف اند كونتينيو. هنا بقى اللي بيقول لك other nurse license، لو انت معاك تراخيص تاني. تمام. وهو هنا يقصد لو انت جوه الولايات المتحدة او كندا. تمام. انت هنا بيقول لك لو انت معاك اي ترخيص تاني. تمام. لو دوست يس كده وجيت تختار مثلا الار ان، انا شغال ار ان، وهنا بيقول لك الكونتري، مش هتلاقي غير كندا واليونايتد ستيتس. لو انت معاك مثلا ترخيص في ولاية تاني زي تكساس زي كذا، بتدخل البيانات بتاعته. انما احنا ما عندناش هنا ايه لايسنس. فهندوس نو ونعمل سيف اند كونتينيو. تمام. هنا بيقول لك الابلكيشن هيستوري. تمام. لو انت كنت قدمت على ولاية تانية عشان تاخد الترخيص. تمام. بس احنا اصلا مقدمين ان احنا initial examination اول مرة عشان ناخد اول ترخيص. فهندوس نو. تمام. وهندوس نعمل سيف اند كونتينيو. بعد كده eligibility questions، اللي هو الأسئلة اللي هيعرفوا ان انت شغال فعلا، ان انت عندك اي كرايم هيستوري، ان انت شغال حاليا ومش عارف ايه والكلام ده كله. هنتابع مع بعضينا وفي الغالب هنعملهم نو. اول حاجه بيقول لك have you ever had any disciplinary action، يعني انت لو خدت اي اجراء تأديبي على الرخصه بتاعتك او الكلام ده كله. تمام. في الدوله بتاعتك هتقول نو. تاني حاجة بيقول لك have you ever been convicted of a felony، لو انت ارتكبت جناية. تمام. هتقول نو برضو. تالت حاجة بيقول لك do you have an investigation، لو انت عندك اي شكوى معلقة او بشأن الترخيص بتاعك والكلام ده كله، برضو هندوس نو. رابع حاجة بيقول لك لو انت عندك اي حالة ان انت مش قادر تشتغل، مثلا لو انت في اي اعاقة او مدمن مخدرات او مش عارف ايه او الكلام ده كله، برضه هندوس نو. لو دخلت اي حاجة يس. تمام. بالنسبة لهم انت مش هتقدر تشتغل. تمام. بعد كده خامس حاجة برضو نفس الكلام، بيقول لك لو انت مشارك في اي برامج تأديب بديلة او حاجة زي كده، برضو هندخل نو. سادس حاجة بيقول لك برضو هل انت حاليا موضع او مثلا في تحقيق من هيئة المحلفين او مش عارف ايه الكلام ده، برضو هندوس نو. بعد كده بيقول لك لو في سجل الجرائم يعني ومش عارف ايه الكلام ده كله. تمام. هندوس none of the above. تمام. عشان تريح دماغك. بعد كده رقم 8
بيقول لك ان انت معاك اللايسنس بتاعتك فيها اي مثلا ريفوكد او كانسلد. اللايسنس بتاعتك دي هل دي قبل كده الغيت او مثلا اتعاقبت او اي حاجه، تمام، هندخل نو برضو. تاسع حاجة بيقول لك ال international applicants please indicate in which service is completing your evaluation، تمام. انت كملت او عدلت الاوراق بتاعتك عن طريق انهي جهة، تمام. هتختار مثلا في اول جهة اسمها ال education record evaluation service، تمام. وبعد كده في international education research foundation، في جوزيف سيليني، وفي سي جي في ان اس. احنا بنختار واحدة من الاتنين دول هماتي، تمام، على حسب انت عدلت ترخيصك في انهي جهة من الجهتين، تمام. فمثلا نختار انت مثلا كنت تابع سي جي في ان اس، هتختار سي جي في ان اس وتعمل سيف اند كونتينيو. بعد كده بيقول لك البريفيو اند سبميت لايسنس ابلكيشن، بيقول لك المعلومات اللي دخلتها ده كذا وكذا كذا، انت راجعهم، تمام، وشوف لو في اي مشكله. وبعد كده بتدخل ان انت موافق على البيانات دي وانها صحيحه والكلام ده، تمام. وبعد كده الار ان او انترناشونال ابلكيشن هندفع بقى الرسوم بتاعتها اللي هي 150 دولار، تمام. هتعمل ميك بايمنت، تمام، بيمنت وتدفع، تمام. انت ممكن تخلي الدفع في وقت تاني والكلام ده كله، بس انت ايه تبقى جاهز بالدفع وتكمل تدفع، تمام. انا مش هدفع، خلاص انا خلصت كده الفيديو. بتدفع وبعد ما بتدفع بيجيلك رسالة ان هو تمام، الابليكيشن بتاعك بعدها بيوم او يومين ان هو تمام اتقبل. وبعد كده بتشوف المطلوب بتاعك، سواء السي اس ريبورت ان هو يتبعت من الجهة اللي عملت التقييم الاوراق بتاعت، سواء مثلا سي جي في ان اس او جوزيف سيليني. وبعد كده بتعمل الباك جراوند تشيك البصمات، وهنعمل فيديو كامل عن البصمات وازاي تبصم والطريقة الصحيحة والكلام ده، تمام. وبعد كده بيبقى فاضل لك تسجيل البيرسون فيو اللي هنتكلم عليه في الفيديوهات الجاية، تمام، من سلسلة الطريق لأمريكا من البداية. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وهتلاقي في وصف الفيديو قناة التليجرام بتاعتنا، فيها فيديوهات السيمبل نيرسينج، سواء المصادر المذاكرة او الملفات اللي بتنزل او اي حاجة. لو عندك اي سؤال اي حاجة في البروسيس ممكن تسألها ونجاوب عليك. دمتم في امان الله.